السلام عليكم يا جدعان. النهارده يا جدعان مش فيديو لاب ولا فيديو حاجه، بس في تعليق جامد قال لنا ايه، عايز يعرف احنا بنمنتج ازاي وبنمنتج على ايه. فالنهارده هنوريه. بس قبل ما نبدا الفيديو اعمل لايك واشتراك ويلا بينا ندخل على الفيديو. بص بقى، انت بتخش على اول حاجه. البرنامج اللي انا بستخدمه دلوقتي اسمه دافينشي ريزولف. بص، اول ما بتخش هنا دي مشاريع انت كنت شغال فيها. لو انت عايز تخش على مشروع هتدوس دبل كليك هتلاقي نفسك دخلت على المشروع. اما لو عايز تختار مشروع تاني مثلا تروح دايس ايه، كليك يمين على الكيبورد هيظهر لك اهو نيو بروجكت، تروح دايس اهو. هنا ممكن تسمي المشروع اي اسم، مثلا تسميه مثلا الاسم اللي انت عايزه. احنا هنسميه تجريبي. استنى بس نحول عربي ونسميه تجريبي اهو. تمام، هو كده الموضوع. هتروح دايس اهي خلاص، ادخلك كده على المشروع. ثواني وتلاقي نفسك دخلت على المشروع كده فاضي اهو، دخلك على البرنامج فاضي. هنا اهو اول حاجه انت هنا ما بتستخدمش حاجه، هنا انت بتروح على الواجهه دي على طول اللي هي ايديت هنا. لكن هنا ما في، يعني هنا المونتاج الخفيف، مش كل حاجه بتحصل هنا في الواجهه دي. ايديت انت بيستخدم ايديت، ما تجيش هنا خالص. دي كات ودي ايديت ودي الفيوجن هنشرحها برضو. انت بقى هنا في ايديت. تمام، لو عايز تجيب بقى مشروع وتحطه عشان تشتغل عليه هتطلع مثلا بره خالص كده، ومثلا تيجي هنا مثلا، انا افترض هتروح معلق بكليك شمال كده وتروح واخده ونازل على البرنامج كده اه، وتروح جاي هنا كده وتسيب هينزل معاك المشروع. شايف هنا التايم لاين، هتروح برضو معلق على كليك شمال وتسحب تحت اهو، اتحط معاك كده المشروع. تمام كده، دي اول خطوه واسهل خطوه كده. فطبعا انا ماشي. شايف انت الشريط الاحمر ده اللي بتستخدمه في كل حاجه عشان تحدد الحته اللي انت واقف فيها بتاع. طيب اول حاجه هنتعلمها هي ازاي تقطع في البرنامج ده. تمام، شايف انت هتلاقي في كذا طريقه. هنعرفكم اول طريقه مثلا الموس ده. هتجيب الموس ده، قبل ما نجيب الموس مثلا انت عايز تقطع الحته دي، شايف انت عايز تقطع الحته دي كده، انت عايز تقطع الجزء ده، هتروح جايب مثلا الموس وتروح حاطط هنا كده، بعد كده تروح معلق عليهم الاتنين كده وتدوس ديليت من الكيبورد. ده اول طريقه. تاني طريقه ممكن تدوس مثلا تحدد الحته عايز تقطعها، مثلا دي تدوس كنترول بي بس وتحددها وديليت. دي طريقه تانية. طيب لو عايز تقطع حته من النص، يعني عايز تقطع الجزء ده والجزء ده، هقول لك تروح مثلا واقف على الجزء ده بالظبط، كنترول بي وتمشي شويه، عايز تقطع هنا تروح داس كنترول بي ديليت. شايف الموضوع سهل ازاي؟ خلاص اتمسح الجزئين كده. تمام. طيب انت عايز تعمل ايه، فراغ هنا مثلا كده اهو، عشان تحط اي حاجه في الجزء ده برضو تروح ماسك الجزئين وتروح عامل كده. عايز تجيبهم تاني مكانهم اهو، اتحطوا مكانهم. تمام كده الموضوع لغايه دلوقتي سهل. بس في حاجه، شايفين انتوا المغناطيس ده لازم يبقى يتفعل. لو مش متفعل هو ده، بصوا مش هيبقى فيه تماسك هنا. تحطها انت بس تحاول تحطها بالظبط، لكن لما تيجي تفعل المغناطيس وده اهو، مسافه ما بتيجي هنا اهو بيمسكهم في بعض بالظبط بقى حته واحده، اكن مفيش قطعه هنا. تمام، ده اول حاجه هي كده عرفناها. تاني حاجه بقى، لو انت عايز مثلا تحط نص تكست، ماشي، افكت، تروح على افكت من فوق هنا، هتدوس هنا. تمام اهو، كل التكست موجوده هنا اهو. ممكن بس انت نستخدم نفترض التكست دي عايزين نحطها في انهي جزء، الجزء ده بس هو اتحط على كل الفيديو. هنيجي برضو على الحته هنا اللي احنا عايزين بس اللي يظهر فيها التكست، ندوس على التكست كده كنترول بي بس نحدد الجزء اللي لازم نقطعه ديليت اهو. التكست ايه بان لك هنا اهو، بس هو انجليزي. تروح جاي هنا مثلا ايه، ماسح كل حاجه خالص وتكتب بالعربي. ماشي، نكتب مثلا سلام عليكم. تمام، هي ما اتكتبتش كلمه، هتيجي هنا فونت تغير الخط عشان يوصل للعربي اهو. في ده عربي اهو، بس في حاجه تانية احسن، في حاجه تانية احسن، استنى اهي. ايوه اختاروا ده، بس الخط ده رفيع نخليه تخين كده من تحت. هنا هنروح مختارين ايه، بولد. خلاص كده الموضوع بقى ايه سهل. طب عايز تتحكم في التكست، انت مش عارف اهو، عايز تتحكم فيه تحطه هنا تحطه هنا، هتدوس هنا. شايف الجزء ده، تدوس كده بس انت كده متحكم في التكست. عايز تكبر
اهو. عايز تصغر اهو، الموضوع سهل. عايز تغير لونه اهو كولر، وتيجي مثلا عايزين نعمل اصفر، ندوس اوكي اهو. عايزين نحطه هنا السلام عليكم. بس هو لحظة ظهوره مش احترافية خالص، صح؟ يعني لحظة ظهوره عايزين يظهر مثلا كده. دي الكي فريم. هتعمل ايه بقى؟ هقول لك دلوقتي. تيجي على الجزء بتاع الكي فريم اللي فوق اهو، هتدوس اهو الجزء، هتيجي على اول واحدة تحط كي فريم في الاول، والحتة اللي انت عايز مثلا ينزل فيها او يطلع فيها اهو مثلا كده. بص هتبقى عاملة ازاي. لو انت بقى عايزه وهو طالع وهو مش نازل، نمسح كل اللي عملناه ونيجي بقى ايه نخليه تحت كده. بعدين كده نحط ايه الكي فريم. اول كي فريم بتحطه انت الكي فريم ده عباره بتدي امر من الاول للجزء في النص، تقول له اتحرك اعمل ايه بالظبط. فانت اهو ايوه عايزين نحرك هنا، هنروح حاطين ايه الكي فريم التاني واطلع بالكلمه. بصوا بقت عامله ازاي اهو كده الموضوع. طب وهي بتختفي برضو شكلها مش حلو، مش احترافي خالص. هنروح جايين حاطين مثلا ايه كي فريم هنا برضو، ونتحرك حركه صغيره كده، نحط الكي فريم التاني هنا، نخليها بقى تختفي كده مثلا. بصوا بقى المنظر بقى عامل ازاي. هي اختفت سريع، انت عايز تبطأ عايز براحتك على حسب اللي انت عايزه. تمام. الموضوع كده ايه سهل، عرفنا ازاي بيتقطع، عرفنا ازاي نعمل ايه كل حاجه. تاني حاجه لو عايز مثلا تجيب حاجه من بره، ثواني احنا جبنا صوره من بره اهي. لو عايزين مثلا نجيب صوره زي دي وعايزين نحطها في الجزء ده كده وزي ما اتفقنا، لو انت عايز الصوره تظهر قد ايه بالظبط، عايز تظهر دقيقه، نص دقيقه، ثانيه، 10 ثواني، تيجي في الحته اللي انت عايز تظهر فيها وتروح قاطع بعد كده الحته اللي انت خلاص مش عايزها. يعني مش عايز تظهر الجزء ده بس اللي قدامنا ده، هندوس كنترول بي ونحدد على الجزء اللي عايز يتقطع. انتهى الامر. بقى كده الصوره ظهرت في الجزء اللي انت عايزه بس اهو. طيب انت عايز بقى الصوره دي تتحكم فيها، زي ما قلنا هندوس هنا الاول. يعني دي لو مش متفعله، الجزء ده مش متفعل، مش هتعرف تتحكم، لازم تفعل هنا مش هتعرف تتحكم في الصوره اللي محطوطه قدامك. ماشي. وفي طريقه تانية من هنا. هنا بص ممكن تخليها تتحكم شمال يمين اهو، تكبر تصغر من هنا، يا اما يدوي براحتك اللي انت شايفه. يعني اهو مثلا هنكبر هنا اهو، مثلا هنحط الصوره دي في الجنب ده. الموضوع سهل، مش في حاجه صعبه، بس برضو لحظه ظهورها مش حلوه. فاحنا هنعمل ايه بقى؟ يعني نعمل لها بالكي فريم، يعني نعمل بحاجه من الافكتات. هقول لكم دلوقتي اهو. بصوا دي حلوه. تبص هنا مثلا الافكتات هنا، شوف اي لحظه ظهور عايزه تبقى ايه شايفها تيجي معاك. نجرب دي، هتيجي على الحرف تروح حاططها على الحرف تمام. بس هي ظهرت في وقت طويل مش عاجبك الوقت، تروح محددها هي نفسها كده اهو شايفها، وتصغر. لو عايز تظهر في اول 5 ثواني، اول 10 ثواني اهو كده. عايز تكتر شويه الوقت برضه تروح اهو تحددها هي وتكبر شويه اهو. بصوا الموضوع سهل ازاي، مش اسهل من كده. كده عرفنا اهو الخط بيتكتب ولا ظهر صوت تمام اهو. جميل جدا. طيب بقى في حاجه كمان هفهمكم حاجه. لو احنا مثلا هنجيب مثلا اي تكست عايزين نحطه فوق الصوره هنا تمام، حطينا التكست فوق الصوره مثلا اهو، وندوس كنترول بي نقطع الزياده زي ما قلنا، وندوس ديليت على الكيبورد اهو. لو حطينا التكست فوق الصوره كده مثلا، وعايزين نحرك التكست والصوره في وقت واحد، هفهمكم ازاي. هنحدد دي مثلا كده كده وعايزين نحركها، مش هينفع في البرنامج ده تحرك اتنين في وقت واحد. فانت هتعمل ايه؟ هقول لك دلوقتي. هتحددهم الاتنين وتدوس كليك يمين على الكيبورد اهو. هتدوس فين كليك يمين على الكيبورد؟ هتحطهم في حاجه زي صندوق تحركهم فيها لوحدهم اهو. كليك يمين على الكيبورد هيطلع في اول حاجه اهو ايا كان الاسم اهو كده. ايه قدرنا نحرك، شايفين التكست اهو مع الصوره. ده برضو ملحوظه انا اشتبه كده، التكست اتحرك ايه مع الصوره. لو عايز تفكه وتحط حاجه في الصندوق نفسه، انت عملت بص عملت ده كليب في صندوق لوحده غير باقي ايه الشغل اللي عندك. عشان تحركهم بس مجرد انك تحركهم مع بعض اهو، عشان مجرد ان تحرك الجزئين مع بعض اهو، عملتهم في كليب لوحدهم.
عايز تفك الكليب اهو، الكليب بيظهر لك هنا كده اهو، اوبن تايم لاين اهو، فتح لك الكليب. لو عايز تضيف حاجه كمان اهو، مثلا هنضيف اي حاجه على الكليب تاني زي دي مثلا اهو، دي تاثير فين؟ على الفيديو اللي تحت نفسه. اول ما يعمل علامه على الفيديو كده نحط التاثير اهو، بص التاثير باين اهو فين كده، اتضاف ايه في الجزء ده خلاص. وكده نروح راجعين للتايم لاين اللي احنا شغالين فيه، هنلاقي ايه التاثير اللي حطيناه في الصندوق موجود. مش عارف هو يبان، استنوا اهو، التاثير كده اتحط. انت اي حاجه مثلا إيه، انت عملت صندوق حط فيه اي حاجه لو انت عايز تحطها في الصندوق ده كله اهو، دول في صندوق لوحديهم، تقدر تتحرك التكست مع كل حاجه لوحديها كده. تمام كده الموضوع لغايه دلوقتي مش صعب كده. هي دي الاساسيات، انت لو وصلت للموضوع ده فانت كده خلاص تعتبر خلاص انت كده في الاساس. طيب في حاجه باينه نسيت اقولها لكم، مثلا لو انت عايز ايه هنا، شايف دي؟ لو عايز تكبر الشغل بتاعك كده ولا عايز تزوم اكتر عليه انت حر، هنا دي حريتك كده اهو. عايزين مثلا هنا نشتغل كده مريحانا، هنا كده تعمل كده تمام اهو. وكل الشغل اللي انت بتحطه، بس انت دي عملناها في صندوق، فانت لو عايز تفتح الصندوق تدوس عليه من هنا هيفتح لك الصندوق لوحده. عايز ترجع انت هنا رجعت اه، عايز تخش الصندوق كليكتين هنا انت في الصندوق ارجع اهو. خلاص انت كده الموضوع بقى بالنسبه لك سهل، دوس كده كليك يمين افتح لنا يا باشا الشغل هنا. لو عايزين نضيف حاجه جوه الصندوق اللي احنا عملناه نضيف، وهيفضل الموضوع سهل معانا. ترجع او تايم لاين 1 اهو. خلاص شايفين كده ايه، عرفنا كل حاجه. فيها برضه حاجات، هو لسه الموضوع كبير بس انا عرفتك بقى كل حاجه. الافكتات، كل الافكتات هنا افكت اهو، كل الافكتات شغلك كلها هنا اهي اهو. تروح شايل افكت، بس لو انت مش هينفع بقى مثلا تشد الافكت وتحطه ايه في الكليب كده، لازم ايه تفتح الكليب وتحط الافكت عشان يبقى بيتضاف معاه. تمام كده الموضوع سهل جدا اهو، مفيش اسهل منه اهو. السلام عليكم، اتعلمناها بعد كده اتعلمنا ازاي، بس كده. دي اساسيات المونتاج. في حاجات تانية هقولها لكم لو انتوا عايزين تعرفوها قولوا لنا حاجه بالظبط انا بعملها في الفيديو عايزين تعرفوها مش عارف ايه، بس دي اساسيات البرنامج. يعني انت كده تقدر تبدا تمنتج لو قليل حتى اه، هتعرف تبدا تمنتج. في حاجات تانية اعرفها لكم لو عايزين تعرفوها عادي. بس كده يكون فيديو النهارده خلص، لسه في اجزاء تاني لو انتوا عايزين تعرفوا حاجات اكتر، بس اعمل لايك واشتراك ونشوف ده عنه، وانا انزل لكم اجزاء كمان. بس كده سلام.